السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه ديال الكوكيز العملاقه اللي كتجي زوينه بزاف وكتجي معلكه بمقادير اللي هما بساطين غادي تلقاوهم في اي بيت. راه كتجي فيها واحد التعليكه خطيره. كنتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم وتنال اعجابكم. كنتمنى بمزيد من التشجيع ديالكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش توصلوا باي جديد. هنايا بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 150 غرام ديال الزبده، مع 6 الملاعق ديال السكر، ومع واحد الساشي ديال الفاني. بالنسبه للسكر، الا كان عندكم السكر بني اولا السكر ابيض، السكر البني كيجي حسن، ولكن الا ما عندكمش ديروا السكر الابيض بحال اللي درت انا. بالنسبه للزبده 150 غرام ضروري تكون بدرجه المطبخ، يعني جبدوها قبل البليله وخليوها باش تساعدكم في الخدمه. كنخدموا مزيان هذيك الزبده مع السكر، كنخدموها مزيان حتى كيتجانس ليا الخليط. من بعد غادي نزيد نضيف بيضه واحده فقط، وغادي نعاود نخلط الخليط مزيان حتى غادي تشوفوا هذيك البيضه دخلت لينا مع الزبده، تجانس لينا الخليط. وغادي نكمل معكم المراحل الاخرى. صافي، هنايا من بعد ما دخل لينا البيض مع الزبده تجانس الخليط، غادي نبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه. انايا هنايا عندي دقيق مغربل، غربل 3 ديال الكيسان. غادي نبدا كنضيفهم شويه بشويه وانا كنجمع في الخليط. هنايا غادي نزيد نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الخماره ديال الحلويات. وبالنسبه للدقيق، على حساب النوعيه غادي يختلف النوعيه ديال الدقيق، وعلى حساب البيض والزبده. البيضه الا كانت كبيره راه كتختلف، وحتى الزبده يقدر تكونوا درتو كتر يمكن قل. على داكشي غادي تحتاجوا الدقيق. غربلوا 4 ديال الكيسان وخليوهم. نتوما تبداو كتضيفوا شويه بشويه وانتم كتجمعوا الخليط ديالكم. ما ديروش الدقيق دفعه واحده، شويه بشويه انتم كتجمعوا العجينه حتى تحصلوا عليها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كتكون العجينه رطبه بزاف، كتكون رطبه. صافي، هنايا اخر حاجه غادي نضيفها هي لي بيبي دو شوكولا. غادي تضيفوا على حسب نتوما شحال بغيتوا. انايا هنايا ضفت كاس صغير، يعني كاس العنبه ديال اتاي اللي كنشربوا فيه اتاي عامر. صافي، غادي نخلط مزيان حتى غادي تدخل لي هذيك البيبي دو شوكولا مع العجينه ديالنا، وغادي نقسموها على زوج. صافي، هنايا من بعد ما دخلت لينا لي بيبي دو شوكولا في العجينه بهذا الشكل هذا، غادي نقسموا العجينه ديالنا على زوج. وحده غادي نخليوها على جنب، غادي نبداو كنخدموا بوحده. غادي نجيبوا هنايا الصينيه. ضروري ما الصينيه تكون كتحل مع الجناب، هذه حاجه ضروريه من هادو اللي كيتحلوا. غادي ندهنوها بالزبده، غادي نديرو فوق منها العجينه اللي عندنا. صافي، غادي نبداو كنقرصوها بهذا الشكل. غير واحد الحاجه، انه ملي كتقرصوا هذه حاولوا تطلعوها شويه مع الجناب، ماشي بزاف، غير واحد شويه وصافي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. هنايا غادي نجيبو الشوكولاته ديال الدهن اللي كنديرو في الخبز. اي نوعيه عندكم متوفره، ماشي ضروري ديروا شي نوعيه اللي تكون غاليه. اي نوعيه، غير شحال ما كانت النوعيه ديالها زوينه شحال ما كيجي الكوكيز فيه المذاق زوين. صافي، غادي ندير واحد الكميه 3 ديال المعالق ولا 4 على حسب نتوما شحال باغيين ديال الشوكولاته تكون فيها. صافي، غادي نحاول انني غير بشويه كنبسطها بهذا الشكل هذا، غير بشويه باش العجينه ما تحيدناش. صافي، غادي نبدا بهذا الشكل هذا. هنايا غادي نضيف كاضافه اللي اختياريه، ممكن ديروا غير الشوكولاته صافي ما تزيدوا حتى شي حاجه. بصح انايا زدت شويه ديال الكركاع هكذا من الفوق. ممكن تزيدوا الشوكولاته مقطع، ممكن تزيدوا كندر بوينو ولا لي سيجار هذوك اللي كيكونوا بالشوكولاته، كيبقى اختياري. صافي، هنايا من بعد ما ضفت شويه ديال الكركاع، غادي نجيب العجينه اللي بقات لي، غادي نحاول نقرصها. انايا قرصتها غير فوق من البوطاجي. الا بغيتو ممكن ديروا ورق ديال الطبخ باش تساعدكم انكم من تهزوها ما تلصقش ليكم، ولكن بحال بحال انايا هكذا جات لي عادي بحال بحال. صافي، غادي نقرصها مزيان بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. غادي نحاول نهزها غير بشويه حيتاش العجينه رطبه بزاف كتقدر تقطع، ولكن واخا تقطعت لكم راه ماشي مشكل عادي. صافي، كما شفتوا هزيتها غادي نحطها من فوق من الشكلاط. وراه واخا تقطع لكم العجينه راه عادي، كاع ما تعاودوش تكرسوها ولا تلموها، لا غير خليوها هكذاك. صافي، حطوها من فوق من الشكلاط. صافي، غادي نحاول انني نساويها باش تجي قد منها، ونحاول انني نبلعها مع الجناب. يعني هذاك الجناب اللي طلعنا في الاول غادي نحاول تجي لي نيشان مع الفوقانيه بحال اللي غادي نبلعوها.
صافي هنايا من بعد ما ساليت كنضيف كإضافة شوية ديال الشكلاط من الفوق، اختياري بغيتو تضيفوه، إلا بغيتو ما تضيفوش ماشي مشكل. كندخلو الكوكيز ديالنا للفران على درجة الحرارة 160، غادي تخليوها طيب من 25 دقيقة حتى ل 30 دقيقة، هذا هو الوقت ديالها. بالنسبة للفران العادي فانتوما غادي تنقصوا النار ديالكم مهيلة بحال كيما كنطيبوا الكيك. صافي غادي نخليوها طيب من 25 دقيقة حتى ل 30 دقيقة. هنايا خرجتها من الفران قبل ما تحلوا المول غادي تجيبوا واحد الموس، تحاولوا انكم تحلوها معجنه بالموس حتى تدوروها كامله، عاد حلوا المول ديالكم باش تفاداو انها تكون لاصقه عليكم. صافي هذه هي الكوكيز ديالنا كما كتشوفوا، راه كتجي زوينه وكتجي معلكه. كنتمنى تجربوها حيت راها كتجي زوينه، ما يمكنش شحال جات زوينه. غير واحد الحاجه، دائما هاد لي كوكيز كيتقدموا وهما باردين، شحال ما خليتوها تبرد شحال ما كتجي زوينه. خرجوها من الفران خليوها واحد الساعه ولا جوج سوايع، عاد قدموها راها كتجي معلكة وكتجي زوينة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نالت إعجابكم، نتلاقاو في وصفة جاية إن شاء الله، بسلامة عليكم.